لو بتلومي نفسك بعد الانفصال، جلد الذات بيطول الوجع أكتر من الانفصال نفسه. بعد الانفصال أو الطلاق، العقل بيدخل في دايرة اسمها لوم الذات. تفتكري إنك السبب، إنك كنتي أقل، أضعف، أو ما فهمتيش بدري. بس خليني أقولك الحقيقة بهدوء. كل مرة تلومي نفسك، أنتي مش بتصلحي الغلط، أنتي بتفتحي جرح جديد فوق جرح لسه ملمش. بدل ما تقولي أنا ضيعت عمري، كان لازم أعمل غير كده، قولي الجملة دي حرفياً: أنا كنت بعمل أفضل حاجة أعرفها وقتها، بالوعي والقدرة اللي كانت عندي. دي مش تبرير، دي رحمة. والرحمة مش ضعف، الرحمة هي أول خطوة في التعافي النفسي بعد الانفصال، وأول طاقة حقيقية تخليكي تبني من جديد، بدل ما تهدي نفسك من جوه. اللوم يثبتك في الماضي، الرحمة تفتح لك طريق للمستقبل. احفظي الجملة، اكتبيها في النوتس، وابعتوا الريلز ده لحد بيجلد نفسه بصمت. لو حابة محتوى عن التعافي بعد الطلاق وفهم المشاعر بدون قسوة، تابعيني. أنا ندى.